السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نوجد معكم هاد المسمنات ديال الفران. صراحة كيجيو مقرمشين وزوينين ومورقين من الداخل. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير. هنا كنحتاج 5 الكؤوس ديال الدقيق يكونوا ديال العنبة عامرين. كنزيد عليهم معلقة صغيرة ديال الملحة وجوج معالق صغار ديال السكر سنيدة و3 المعالق كبار ديال زيت النباتية. من بعد كنعجنهم بالماء بارد وكنحاول ندلك العجينه شويه وصافي وكنهزها وكنخليها في واحد البلاستيكه حتى كترتاح. هنا كنبقى نزيد شويه بشويه الماء باش ما نعجنهاش مره واحده، يعني كت تسرح لك العجينه، يعني تجرى لك العجينه. من الاحسن تبقاي تخوي مره شويه بشويه حتى كتحط اصلي على واحد العجينه كتكون زوينه. وصافي من بعد كنبقى ندلك فيها. شوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي ديال العجينه. ضروري خاصها تكون شويه رطبه، ما قاصحاش بزاف وما جارياش بزاف. هنا من بعد ما دلكتها كندهنها شويه بالزيت وكنلويها في واحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه بحال هكاك. هي من الاحسن العجينه اللي ارتاحت كتعطيك واحد النتيجه زوينه. هنا باش نخلط واحد الخلطه اللي كنديرها باش كتورق ليا من الداخل. كناخذ 2 معالق ديال الدقيق الفورس، اللي بيدير الفينو يقدر يديرو. وكناخذ 2 معالق ديال الزبده وواحد الخميره ديال الكيماويه، يعني خميره ديال الحلوى. هذه عندي انا فيها 15 غرام، عندير منها واحد 8 غرام بحال هكاك، معلقه صغيره. ومن بعد كنخوي عليها الزيت وكنخلطها مزيان باش كتولي بحال شكل الكريمه. هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. هنا هاد السمن البلدي هذا صراحه كيعطي واحد النكهه زوينه في هاد المورقات المعجنات. وهذا الا كان عندكم تقدروا ديروه، ما عندكمش يعني ما ماشي ضروري، ولكن هو لا كان احسن كيعطي يعني واحد المذاق زوين. صافي هنا من بعد ما خلطتها يعني كتولي على هذا الشكل هذا. ما خاصهاش تكون قاصحه، خاصها تكون بحال هذا الشكل هذا، يعني تكون بحال الكريمه. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه كناخذها كنقسمها على 4 القطع يكونوا متساويين، يعني على حسب المسمنات. يعني انا هنا عندي 4 المسمنات. بغيتو ديروا يعني على 3 ولا 2 ولا اللي بغيتو. المهم هنايا انا قطعتها على 4 الكويرات ونحاول نجمعها، يعني خاصهم ضروري يكونوا قد قد. صافي هنا كنخليهم يرتاحوا واحد شويه، من بعد كنجي كنبدا نقرص فيهم وكنورقها، يعني حتى كتولي كيبان لك سطح العمل. انتم تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش هي. صراحه قد ما كترتاح قد ما كتعطيك واحد النتيجه زوينه وكتجيك ساهله في الطريقه ديالها، يعني دغيا كتبدا تسرح معاك. شوفوا يعني كيفاش كندير ليها. غتبقاي تهزيها بحال هكا تسوسيها وكتجبدي شويه وما كتقطعش لك العجينه، يعني حاولي ما تقطعش لك العجينه. صافي من بعد ما كنورقها بحال هذا الشكل هذا كنجيب ديك الزبده كندهنها. داك الخليط اللي درت ديال الزبده كلها كندهن بها هاد العجينه هذه. ومن بعد تشوفوا معايا المراحل. نتمنىكم تشتركوا معايا في القناه، اللي كيشوف اول مره القناه ديالي تشترك معايا وتعليق وجيم باش نبقى ان شاء الله ديما نحط الجديد. كنتمنىكم ما تبخلوش عليا بالتعليق وجيم ديالكم، وشكرا لكم كاملين. صافي هنا من بعد ما كنورقها بحال هذا الشكل كنضيف عليها هذاك الخلطه. واخا تشوفوها كتقطع ماشي مشكل، يعني الا لقيتو شي بلاصه اللي باقا يعني غليظه تقدري تحيديها، ولكن هي كلها كتورق صراحه كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي كلها مورقه.
انا مازال ما لقيتش البوست كيفاش ندير تنولي يعني نصور مزيان ويبان التصوير واضح. ولكن قبلوا عليا على هاد الفيديوهات اللي كندير بحال هكا. المهم هي نعطيكم الوصفة وان شاء الله تنجح معاكم. صافي هنا من بعد ما ورقتها يعني طويتها على 4، كنجيب تاني شويه من ديك الخليط ديال الزبده وكنجمعهم كلهم في الوسط القنات كاملين ديال ديك المسمنه حتى كنحصل عليها بحال شكل الكويره. هنا ضروري البنات مع كتكون يعني فيها الزبده وداكشي ما كتبغيش تجمع لكم بسهوله، ولكن تحاولي تجمعيها بشويه باش ما تقطعش لك. في نفس الوقت هذيك البلاصه اللي جمعتي منها راه كتحطيها لتحت وكتخلي الوجه ديالها من كيبان يعني زوين. ما عاد تخافيش منها واخا ما تسدش لك مزيان، راه تحطها في الطاوه صافي راه كتخليها ترخف واحد شويه من بعد كتطلق راسها. صافي هنايا كنحطهم في الطاوه اللي عند داخل الفران. الفران ضروري يكون سخون، يعني كديري على 230 درجه اللي عندكم، المهم ماكسيمو ديال الفران اللي عندكم. من بعد كتدخليهم الفران بديك الحراره تكون مجهده، عا كتشوفيهم بداو كيتنفخوا صافي كتنقصي البوط يعني كتنقصي الفران كتخليه على ديك 180 200 وكتخليهم حتى كيطيبوا مزيان وكتخرجيهم. هنايا كتحاولي تقرصيها، شوفوا معايا هنا مني كتبدي تقرصي فيها كتبدا تنفخ يعني كدير دوك النفخات هكا باش تعرفوها يعني راه مورقه. وهادشي كله غيرجع يعني كيتقرمش واللي كله مورق. المهم هنايا البنات كنحاول نقرصهم، ناخد منهم يعني يجيو مقادين التقريصه ديالهم. تحاولوا ما تخليوش الوسط يكون غليظ والجناب هكا يكون رقاق. حاولوا تكون تمشي مساويه يعني مع جميع النواحي، يعني خاصها كلها تجيك قاده. صافي هنا من بعد ما قرصتهم كندهنهم بشويه ديال الزبده من فوق باش كيتحمروا وكيعطيو واحد اللوين زوين. انا كناخد من داك السمن البلدي كندهن بيه، كندهن الوجه ديالها ومن بعد ندخلها الفران نخليها طيب من الفوق ومن التحت. اللي عندها الفران من الفوق ومن التحت عادي، راه انا عندي الفران من الفوق ومن التحت كنشعل عليه وكنخليه يطيب، راه كلهم مورقات كيجوني زوينين الصراحه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا كلهم مورقه كلها كتخرشش صراحه. المذاق ديالها زوين وبنين. انا بالنسبه ليا كيعجبوني هاد المورقات يكونوا هكا يعني رقاق شويه مورقين. اللي تبغي شويه تخليها يعني فيها واحد السمك غليظ تخليها. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه كتجي كلها مورقه وزوينه. نتمنىكم يعجبكم الفيديو. بصحه والراحه وبسلامه عليكم.